أنهجم عليهم؟ إنهم جند الخليفة. هيا الآن، هيا اتبعوا خلف الصخور. هيا انظروا. هل قضيتم على الحثالة التي أرعبت القوافل والحجاج؟ يناوشهم جنودنا فيغلبونهم، ثم يعودون للظهور من جديد يا أمير المؤمنين. وفيما تنفع المناوشة يا أبرش إذا تجمع هؤلاء الأراذل مرة أخرى واستجمعوا قواهم ثانية؟ ها؟ أريد إبادتهم، أن تصلبوا جثثهم. لا أريد لهؤلاء الصعاليك أن يجدوا ضالتهم في المخاور والجبال. إياك أن تستثني أحدا منهم.
لا تشغل نفسك بهذه الشرذمة يا سيدي، إنها فلول وبقايا ستموت جوعا عما قريب، أو تأكلهم وحوش الصحراء وتنهش بقاياهم النسور. لا 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 يا وزيري، إنهم كالجذام، والجذام إما أن تقضي علي أو يقضي عليك. لا أريد لهذا الجذام أن يقضي على ملك بني أمية. سأطلب من قادة الجند ألا يبقوا لهم باقية يا سيدي. أحسنت، أرسلوهم إلى الجحيم. دعني يا وزيري فأنا متعب. علي، هكذا ولماذا؟ وهكذا كي يتمكن منك الخصم ويرديك قتيلة. أبي! دعها يا عاصم. حين يسمح لي الوقت سأدربك وسأجعلك تتغلبين علي. صخر يا صخر، كنت انتظرت وتناولت طعامك معنا. أخشى يا أماه أن يأتي غريب محتاج فلا يجدني. وإلى متى سنظل على هذه الحال يا هاشم يا ولدي؟ يرزق الله يا أمي، إن لم نساند أصحاب الحق والمظلومين ما نفعنا. أنا جاهز يا أبي. على بركة الله. رافقتكم السلام. أهلا يا أخي. تفضل. ما لك يا أبا المستحل؟ لا أراك كما عهدتك. هل هناك ما يقلقك وتخفيه عني؟ لا شيء يا أخي، اطمئن اطمئن. وهل تجد خيرا مني أمينا لسرك صادقا في نصحك؟ لا عليك يا ورد، دعك مما أنا فيه ولنذهب إلى دارنا نفطر معا، فطعام أم المستهل لا يقاوم. لا 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 لا، لن أخطو خطوة واحدة من هنا قبل أن أعرف ما يشغلك ويقلقك. إنها مسألة بسيطة يا ورد، وقد وجدت الحل. في الغد سأمضي إلى أبي فراس الفرزدق، فعنده الداء وعنده الدواء. الداء والدواء؟ هل أنت مريض؟ فالفرزدق شاعر وليس طبيبا كما أعلم يا أخي. عندما أعود من عنده سأخبرك بكل شيء. حسنا، تفضل يا أخي. جزاء الخروج عن الخليفة. أنت هاشم الأعرج؟ هذا أنا. ماذا تريدون؟ أتصنع السيوف والخناجر للعصابات الثوار والمتمردين؟ هذه مهنتي وصنعتي وفيها قوت عيالي. أنا لست تاجرا أو جنديا، كيف أعيش؟ بل أنت أكثر من ذلك، فأنت منهم ومعهم وتتجرؤون على الخلافة. هذا تحريف وكذب وافتراء، فعيونكم يخدعونكم ويظلمون الناس. بل أنتم من يخدعنا يا أعرج.
حياتك يا ولدي. أخرجوا الجند واحرقوا كل شيء. اسحلوه اسحلوه. أين ابنك الصخر يا امرأة؟ إن صخرا ليس ابني. هاشم الحداد هو ابني. وصخر؟ صخر هو أجير ابني. ماذا فعل حتى تبحثوا عنه؟ قالوا لنا أن هذا بيته. أين هو؟ وإلا ماذا؟ فتشوا البيت فليس به إلا من ترونهم أمامكم. فتشوا البيت. قل لي ماذا فعل ابني هاشم؟ لقد قتلناه وحرقناه مع دكانه. كريم. هيا. يا كلاب. هاشم. السلام عليك يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. استغفر الله. أغيثوا الناس يا سيدي، الناس تذبح، أغيثوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا يا أبا المستهل. أهلا. أهلا بك يا بني. أهلا. سلمت يداك يا بني. تفضل تفضل. أهلا وسهلا بك. وبك يا أبا وائل. كنت في طريقي إلى أبي فراس الفرزدق فآثرت أن أعرج عليك أولا. أهلا ومرحبا بك، ولكن قل لي ما حاجتك بالفرزدق؟ لقد نفث على لساني شعر فأحببت أن أعرضه عليه، فإن لقيه حسنا أمرني فأذعته بين الناس، وإن كان قبيحا أمرني بكتمانه، وكان أولى من يستره علي. سامحك الله يا أبا المستهل، أتعرضه على الفرزدق ولا تعرضه علي؟ في هذه صدقت، ولك ما تشاء. هاتي أنشدنا إذن.
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. في من تطرب إذن؟ ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. العب يا صاحبي، العب، فأنت في عمر اللعب. ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. في من تطرب إذن؟ ولا أنا ممن يزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب. أجل يا صاحبي، لا تتطير. ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. ولكن من هؤلاء ويحك؟ إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله مما نابني أتقرب. أرحني أراحك الله، من هؤلاء؟ بني هاشم رهط النبي، وإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. خفضت لهم مني جناحي مودة على كنف عطفاه أهل ومرحب. أدع، فوالله إنك أشعر ممن مضى وممن هو قائم. أهلا بك يا أخي. يا سيدي يا أبا جعفر، بالله عليك قل لي ماذا أصنع، فشيعتنا يضربون على التهمة ويقتلون على الوشاية. لقد ملئت المدن بالأرامل والأيتام والثكالى من أبناء المسلمين. هذا شأن الظالمين والمظلومين يا أخي. هم مفسدون يصرفون المال في شهواتهم وملذاتهم، والفقر يستشري في الأمة، فهل ترى إلى الإصلاح من سبيل؟ جزاك الله خيرا يا أخي، فنية المرء أفضل من عمله، ذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه. وما عسى أن تفيد نيتي هؤلاء الجوعى والمعوزين والمظلومين، وأولئك الذين صلبوا يا أخي. اللهم اشدد به أزري. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أنت والله لها يا زيد وأهل لذلك. خلاد، ما هذه الرائحة على ثيابك؟ كأنك خارج من حريق. هو ما قلت. اذهبي واغسليها، وأريدها جاهزة في الصباح. لا أصدق أنك تحرق البيوت. خليجة، اغربي عن وجهي ولا تتدخلي بما لا يعنيك. اغربي عن وجهي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات ورب الأرضين. سبحان الله رب السماوات ورب الأرضين السبع وما فيهن.
وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الرجال والنساء والأطفال يرددون أشعار الكميت بن زيد في مدح آل البيت وبني هاشم في بيوتهم ومجالسهم. هكذا إذن. وماذا قال؟ إن كنت تحفظ شيئا فقل. أجل، أحفظ بعضا مما يتردد على ألسنتهم. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب وللعب مني وذو الشيب يلعب. بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرض مرارا وأغضب. والله لأستأذنن أمير المؤمنين، فإن أذن لي لأجعلنه عبرة لمن يعتبر. أما أنت فلك 100 دينار لإخلاصك لنا ومكافأة لك، كي لا تقع عينك أو تسمع أذنك بأمر إلا وجئتنا به على عجل. انصرف. يا أبا إسحاق، ألا تريد أن تأكل؟ كيف لي أن آكل وأنا لا علم لي بأبنائي منذ تركتهم؟ هل هم أحياء؟ هل هم أموات؟ وأنت ترى كيف ينتقم الجنود منا بأبنائنا وأسرنا إذ عرفونا. ولكن حتى متى؟ أي هدف نرجو؟ لا أدري. نحن هاربون ومطاردون، ومثلنا كثيرون ممن لجأوا إلى الكهوف في الجبال. حتى متى؟ إلى أين؟ لا أعلم. لا يعلم إلا الله. وأنا أيضا لم أعد أحتمل فراق أهلي يا أبا إسحاق. لك ذلك يا ميمون. إن شئت مضيت وإن شئت فابقى، ولكن ألا تظن أن العيون ترصد أهلك وتنتظر عودتك؟ ما الذي ألحقك بي يا ورد؟ أعلم أنني أصغر منك، ولكن لا آمن عليك إلا إذا كنت إلى جانبك. بالصحة والهناء على قلب أمير المؤمنين. سلمك الله. كأني أراك لست على ما يرام. اعتدت عليه، رأسي يؤلمني. أحضري الطبيب. لا أيها الخليفة، دواء الطبيب لن يقضي على ألم يتجدد مع الأخبار التي أسمعها كل يوم. أفصحي، ماذا تقصدين؟ ابن أخيك الوليد، أما سمعت ماذا يفعل؟ نقل إليه. وهل يصح أن يكون ولي عهدك ماجنا عربيدا سكيرا؟ سأستدعيه وأتحدث معه بهذا الأمر. وهل ترى للحديث معه نتيجة؟
أشد ما يحزنني أن ملك بني أمية سيؤول إلى من لا يستطيع أن يحافظ عليه. ولم الحزن والهم ونحن أصحاب الأمر، وبمقدورنا أن لا نقع فيما نكره. كيف يا أم مسلمة؟ وأنا قطعت عهدا لأخي يزيد رحمه الله أن تكون ولاية العهد لابنه الوليد. عهدك لأخيك ليس أهم من ملك بني أمية، والأمر يستدعي حنكة أمير المؤمنين التي عرف بها، فلن يعدم الحيلة لينقل ولاية العهد إلى ابننا مسلمة. أو تظنين مسلمة يصلح للحكم؟ الحكم يا أم حكيم يلزمه من يمسك العصا من المنتصف، لين وقسوة، ظلم وعدل. نعلمه فنون الحكم. دعينا من أمور الحكم والخلافة وأطعميني يا أم مسلمة. إلى الهاشميين البهاليل إنهم لخائفنا الراجي ملاذ وموئل. إلى أي عدل أم لأية سيرة سواهم يؤم الضاعن المترحل. وفيهم نجوم الناس والمهتدى بهم، إذا الليل أمسى وهو بالناس أليل. إذا استحكمت ظلماء أمر نجومها غوامض لا يسري بها الناس أفل. وإن نزلت بالناس عمياء لم يكن لهم بصر إلا بها حين تشكل. فيا رب عجل بالمؤمل فيهم ليدفأ مقرور ويشبع مرمل. يا الله الله أجد الله أنشدت فأجدت، حياك الله. أستميحكم وترا. أجدت يا أبا المستهل. السلام عليكم. رافقتك السلامة يا ابن أخي. وكيف أصبح عاصم يا خالة؟ الحمد لله أنه ما زال حيا ولم يقتلوه هو أيضا. الحمد لله. هوني عليك يا خالة، إنها إرادة الله. سيعوضك الله عن صخر وأبيه بعاصم. إن الله وحده يعلم مصير صخر يا ابنتي، إن كان حيا أو ميتا. والله إن قلبي قد انشق إلى نصفين، ومصيبتنا تضيق بها نفسي وروحي معا. يا خالتي، أنا بمثابة ابنتك، وسأكون إلى جانبك، وسيقف كل من بجوارنا إلى جانبك، صدقيني. يا ابنتي، ما قدره الله كائن، وأنا صابرة محتسبة إن شاء الله. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ لماذا تلازمني كظلي؟ أنا رهن إشارتك يا طلحة. يا طلحة، أجل اغرب عن وجهي. هيا. ما الذي تفعله يا طلحة؟ كيف يجير والدك هذا الكوفي اللئيم؟ وما شأنك أنت؟ هذا الرجل مطارد من جند الخليفة. ماذا لو شاع خبر وجوده بيننا؟ مهما تحدثت يا طلحة، فعمك يحبه كثيرا، وأنا لم أعيه إلا وهو صديق والدي، فلا تتعب نفسك.
صرف الناس عن هؤلاء الجلاوزة اللئام، والله لأنتقمن منهم شر انتقام. حتى متى يظلمنا هؤلاء ونلوذ بالصمت؟ لقد قتلوا أبي. لن أسكت، لن أسكت. وإلى أين ستذهب يا ولدي؟ ولمن تتركنا أنا وأختك؟ ثم أنت جريح لا تقوى على الحراك. اهدأ يا عاصم، اهدأ. عاصم اهدأ يا ولدي. أنا بخير بخير بخير. ما الذي يعكر صفوك وأنت ذاهب إلى بيت الله يا أبي؟ الأخبار السيئة تتوالى والمصائب لا تأتي فرادى. أية أخبار مزعجة تلك يا سيدي؟ أنت آخر من يعلم يا وزيري. زيد بن علي تحالف مع العباسيين ضدنا، ورسله وصلت إلى خراسان تؤلب الناس علينا. ولاتنا وجندنا يتكفلون بهم، فعيوننا تترصدهم في كل مكان. والكميت بن زيد يمدح آل البيت وبني هاشم ويهجونه، والناس تردد قصائده في الكوفة كلها. لا يشغلن بالك الكميت ولا أشعاره يا أبي، فجدي معاوية كان حين يصله هجاء أحدهم يأمر الحاجب أن يعطيه 1000 درهم قائلا: اقطعوا لسان هذا بهذا. وهل نستطيع أن نقطع لسان الكميت بهذا؟ أجل يا أبي، وربما نلتقيه في الحج بعد أيام، ولا تقطع ألسنة الشعراء إلا بالدينار. اكتب لوالينا على سمرقند بقتل كل أتباع زيد بن علي. ألا تخاف يا أخي؟ تتجول في السوق والخليفة هشام أعدل دمك. لو لم يكن للناس ظل لكان للكميت. أنا لا أخشى هؤلاء ولا أقيم لهم وزنا، فشهرتي تفوق شهرتهم، والناس تعرفني وتحفظ شعري وتنسى ما يقولون. والله لا آمن على رأسك من غضبهم، فلا تستخفن بالأمر ويدفعك الغرور إلى حتفك. لا عليك يا ورد. هيا هيا هيا. ما الذي حصل لأبيك؟ وكيف عرفوا أنه كان يمدنا بالسيوف والخناجر والطعام؟ لا أعرف شيئا غير الذي رويته لكم، ولكني أشك أن هناك من وشى به وكان يترصد حركاته. والله لن يذهب دمه هدرا، وسننتقم له شر انتقام. منذ الآن أنت واحد منا، لك ما لنا وعليك ما علينا. أباك له دين برقابنا جميعا. سيدي، هناك قافلة يا سيدي. عليك البقاء مع صخر والاعتناء به، فهو متعب جدا ريثما نعود. هيا هيا يا رجال. من في الباب؟ نحن جند الخليفة. اختبئ يا كميت، اختبئ. أنا أختبئ؟ ليس وقتها الآن، أرجوك ليس وقتها. ماذا تريدون؟ أين الكميت؟ عما تبحثون؟ أين زوجك الكميت؟ الكميت في طريقه إلى الحج وكاد أن يصل، وأنتم تبحثون عنه في الكوفة. تالله لأشكوكم إلى خالد القصري، تقتحمون البيوت على أصحابها وتفزعون النساء. هيا.
لمن هذه القافلة؟ أهي لك؟ نعم يا سيدي، أنا اسمي أبو عمارة، ولي شركاء ينتظرون عودتي في دمشق. ومن هم شركاؤك يا أبا عمارة؟ أصدقني القول، فقد يكون فيه سلامتك. الخليفة، هذه قافلة الخليفة. وهل فيها شيء لغير الخليفة؟ لا يا سيدي. حسن، وماذا ترى؟ يا أخي، لكم القافلة وخلوا رقابنا. لك هذا، اذهبوا فأنتم بأمان. هيا! يتجرؤون على قافلة الخليفة. هيبة دولة عظيمة كدولتي تهان من قبل حثالة من اللصوص. هون عليك يا أبتي، سيأتي يومهم. لا أريد كلاما يواسيني يا مسلمة، بل أريد أفعالا تخلصني منهم. سأرسل الجند في إثرهم يا مولاي. وأنا أنتظر سماع الأخبار التي أود سماعها. حثالة. ما بك؟ وهل ما تفعلونه تسمونه ثورة ضد الظلم؟ أجل، لنسترد بعضا من حقوقنا. وهل من ظلمك وسرق مالك هو صاحب القافلة؟ صاحب القافلة هو الخليفة وليس الرجل. ما بكما؟ دعنا وحدنا. أنا أسمعك. نحن تحولنا إلى لصوص بدل أن نكون ثائرين، والناس تتعاطف مع الثائر وتحارب اللص. هل قتل أبي لأنه كان لصا أو قاطع طريق؟ أحيانا تتداخل الأمور بين الثورة واللصوصية. إن كان هدفنا مقارعة بني أمية وإسقاط ملكهم فما تفعلونه لا يحقق ذلك. نحن نعمل لهدف محدد، وكل ما نفعله لتحقيق ذلك. لقد جئتكم لأثر لدم أبي وبيتنا الذي يحترق وبداخله والدتي وأخي وأختي. أنا لست هنا من أجل شاة ولا بعير. جئتنا وما زلت ضيفا، لن تستطيع أن تغير شيئا من قناعتنا. ورائي ما لا يسر ولا يطمئن. أفصح. بصراحة أنا هارب من جند الخليفة. ليس لي مكان بينكم. ولهذا الحد كرهتنا؟ أعرفك يا ابن أخي، أعرفك كما أعرف ظاهر يدي، ولو فتحت لك خزانة أموالي لذروتها كما تذروها الرياح. ما الأمر الهام والخطير الذي يستدعي وجودنا في هذا المكان والزمان يا طلحة؟ أريدك في مهمة إن أنجزتها لي أعطيتك الكثير من المال. تضع نفسك في مقام ابن زياد؟ معاذ الله يا عماه، العين لا تعلو على الحاجب. ما عنيت هذا بكلامي. لا تعد لمثلها مرة أخرى، فهمت؟ السمع والطاعة. آمل أن يأتيني بما يثلج قلبي لأضمن الخلافة لمسلمة من بعد أبيه، وأبعد ذلك الأحمق السكير. أين الأولاد؟
أين هؤلاء الذين أدخموا من مال بيت المال من هؤلاء المتمردين على طاعتنا؟ كنت أسمع بهذه الفتن في خراسان منذ عزل أبي رحمه الله بكير بن وشاح التميمي. ما خطب هذا الرجل؟ لا يعد كونه أحد العيون. إلى أين تذهب؟ وأنت الصيد الأسهل بالنسبة لهم. هل هانت عليك روحك؟ هل رخصت عليك والدتك وأختك؟ من أجلهما سأغامر برأسي. لن أتركهما هكذا ثكلى ويتيمة بلا سند ولا عون يتصدق عليهما جوار. هؤلاء دعاة من بني العباس جاءوا يدعونكم إلى أنفسهم. والله إن ظفرت بأحدكم يتبع أثره يؤمن بما يقولون لأقطعنه إربا. لقد غدا بيت محمد بن علي مقرا لكل طالب علم وصاحب مسألة يا أمير المؤمنين. إنما يفعله محمد بن علي وولده جعفر ذنب لا يغتفر، وما يصلني من أخبارهما لا يسر.